حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القطيف شقيق الشيخ نمر النمر الشيخ محمد النمر. أهلا بك سيد النمر. إذن لماذا أعدم الشيخ النمر اليوم بالرغم من كل المحاولات وبالرغم من كل الدعوات ضد السعودية لعدم تنفيذ حكم الإعدام بحقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا هناك كانت نداءات ودعوات كبيرة وكثيرة من أجل أن لا ينفذ هذا الحكم الجائر والقاسي من مختلف الجهات في هذا العالم الخارجي والداخلي. كانت هناك نداءات من الخارج، كانت هناك طلبات من الخارج، كان آخرها من بان كيمون طلب عدم تنفيذ حكم الإعدام، ورؤساء دول كثيرة وجهات كثيرة في الخارج، إضافة إلى الداخل السعودي أيضا كانت هناك نداءات كثيرة وعالمية من رجال دين ومن قوى اجتماعية وقوى شعبية أن لا تقدم حكومتنا على هذا العمل. ولكن حقيقة تفاجأنا تفاجأنا في هذا اليوم بهذا الخبر، ويؤسفنا جدا أن نقول أن كان ينبغي أن تكون هناك استجابة إلى نداءات العقل، كان ينبغي أن تكون هناك انحياز إلى العقل وترشيد المصلحة العامة على المصالح الانفعالية وردات الفعل الانفعالية. نعتقد أن إعدام الشيخ النمر بعد 4 سنوات من اعتقاله كان عبارة عن ردة فعل سلبية على تصريحات وعلى المحاضرات التي ألقاها والخطب التي ألقاها. الآن وقد حدث ما حدث، أكرر أسفي الشديد جدا جدا لهذا الحدث، ولكن أطلب أيضا من كل الناس على الأقل في مجتمعنا أن تكون ردات فعلهم في الإطار السلمي، وعدم الانجرار وراء أي أعمال عنف، وعدم الانجرار وراء أي أعمال غير مشروعة وغير مقبولة لدى المجتمع. طيب، برأيك كيف ستكون تداعيات إعدام الشيخ النمر اليوم على الأرض؟ هل هذا الإعدام سيشعل الشارع من جديد خاصة في القطيف؟ بالتالي سيكون هناك المزيد من الاحتجاجات، ستتواصل هذه الاحتجاجات. لا شك أن للشيخ النمر بالذات من هذه القائمة مكانة كبيرة في الشارع القطيفي وغير القطيفي، وأنتم والمشاهدين الكرام يدركون حجم ومكانة الشيخ في العالم الإسلامي. له مقام وله مكانة كبيرة جدا جدا، وبالتالي من الطبيعي أن تكون هناك ردات فعل بمستوى هذا الفعل الشنيع الذي حدث. ولكن أنا أكرر وأذكر وأقول أنه لا ينبغي أن تتجاوز ردات الفعل تلك العمل السلمي والاحتجاج السلمي والاعتراض السلمي على الحدث. لا ينبغي أن يشيطن أحد أهل القطيف أو أهل العوامية أو أهل أي منطقة، لا ينبغي أن يشيطنوا ويجروا إلى أعمال عنفية تحديدا، أن يحتجوا بطرقهم السلمية في وسائل التواصل الاجتماعي أو في غير وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا حق مشروع إلى أي إنسان واجه حدثا بهذا الحجم. ولكن أنا كل الذي أتمنى أن لا تكون هناك ردات فعل غير سلمية، ولا ينبغي أن تكون هناك ردات فعل نخسر فيها دماء آخرين أو ضحايا آخرين أو ما شابه. طيب، دوليا كيف ستتابعون قضية إعدام الشيخ النمر، خاصة بعد الدعوات الكثيرة من عديد من الدول لعدم تنفيذ حكم الإعدام ودعوة الأمم المتحدة أيضا؟ هذا ما كنا نتمناه، أن لا يجري هذا الحكم لكي تكون هناك قبول دولي بخلاف هذا الذي حدث. ولكن الذي أستطيع قوله أن في هذه اللحظة لربما تكون هذه لحظات عاطفية، ولكن الذي أجزمه واستطيع قوله أن ملف الشيخ ارتفع من الأرض إلى السماء. الملف هو الآن بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو القاضي، وعنده سيجتمع
الخصوم. أما العالم فأظن أنه ستكون هناك مجرد استنكارات ومجرد بيانات، وهذا الشيء المتاح والممكن لدى كثير من المتضامنين، سواء من السياسيين كدول وما شابه، أو لا من الشعوب الأخرى في العالم الإسلامي. أما بالنسبة لنا لا يوجد لدينا برنامج، ولا يوجد لدينا يعني خطة، ولا توجد لدينا منهج أن نتقدم إلى الجهات الدولية لسببين رئيسيين. الأول في الحقيقة أنه نحن لم نكن نتوقع أن الإقدام بهذه السرعة وبهذه الطريقة على الإعدام. الشيء الثاني، منهجنا كان من البداية، وهذا ما صرحنا به، منهجنا من البداية أن نعالج هذا الموضوع وأن نحل هذا الموضوع في داخل بلادنا ومع حكومة بلادنا. ولكن للأسف الشديد، وما يؤسف لك ما ذكرت لك من بداية اللقاء، أننا لم نتمكن من معالجة هذا الموضوع، وقد فشلنا فشلا ذريعا في هذا الموضوع، وكانت حساباتنا لربما كانت خاطئة في هذا الخيار بسبب واحد، وهو يعني سيطرة الرأي غير التسووي في هذا الملف. كنا نتوقع أن تكون هناك آراء أكثر تعقلا وأكثر تسووية في هذا الملف، ولكن لم تتمكن هذه الآراء التسووية، أو لم تتمكن هذه الآراء التي كانت تريد أن تعالج بالطرق السياسية لهذا الملف، لم تتمكن من إبداء رأيها. شقيق الشيخ نمر الشيخ محمد النمر، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من القطيف.